الهجرة العشوائية. ايه هي الهجرة العشوائية؟ في ناس كتير مش عارفة ازاي تهاجر امريكا عن طريق الهجرة العشوائية، او يسمعوا ناس يقولك انا هاجرت امريكا عن طريق الهجرة العشوائية اللي هي اللوتري. ايه هي بقى اللوتري؟ انا جاي الفيديو ده عشان خاطر اشرح للناس اللي مش عارفة ايه هي الهجرة العشوائية. ده فيديو النهارده. وفي نفس الوقت لو انت عارف ايه الهجرة العشوائية خليك موجود معايا، لاني هديك برضو شوية حاجات ما اتكلمناش عليها قبل كده، وفي نقط مهمة جدا هنتكلم عليها في الفيديو ده، كل حاجة خاصة بالهجرة العشوائية. ايه هي الهجرة العشوائية؟ للناس اللي مش عارفة ايه هي الهجرة العشوائية، الهجرة العشوائية هو بيبقى عبارة عن ابلكيشن اونلاين بيبقى مفتوح من الحكومة الامريكية. الحكومة الامريكية هي اللي بتبقى فاتحة الهجرة. موسم الهجرة ده كل سنة في شهر 10 اللي هو شهر اكتوبر، بيقعد شهر فاتح. الناس بتقدم اونلاين، التقديم كله اونلاين. بتبقى عايز صورة 5 في 5. اتكلمنا عن مواصفات الصورة للناس اللي مش عارفة مواصفات الصورة. الصورة ليها مواصفات معينة، لو ما حطيتش مواصفات الصورة دي صح مش هتتقبل في الهجرة، مش هياخدوا الابليكيشن بتاعك، هيترمي وهياخدوا حد تاني. يبقى لازم مبدئيا صورة خلفية بيضة، صورة 5 في 5 تكون جي بيج اللي هو جي بي جي او جي بي اي جي. ده نوع الفايل. ليه مختارين نوع الفايل ده؟ لان هم عندهم شوية مواصفات في الصورة. ايه هي مواصفات الصورة؟ الصورة ما تكونش اقدم من 6 شهور. يعني انت وانت بتقدم في شهر 10 الصورة ما ينفعش تبقى مثلا في شهر 2 تكون واخدها في شهر 2، ما ينفعش تبقى واخدها في شهر 3. لازم تبقى الصورة مش اقدم من 6 شهور. طب يا علي الصورة انا اتصورتها في شهر 5 تنفع؟ تنفع طالما كده فات عليها 5 شهور، مش اكتر من 6 شهور او مش 6 شهور. طب يا علي انا خدتها في شهر 8، الصورة اللي هقدم بيها ينفع؟ ينفع. طيب مواصفات الصورة ايه؟ ما تكونش بتضحك في الصورة، يعني تبقى صورة عادية، البوز بتاعك عادي خالص. ما تكونش حتى مبتسم. لو بتلبس نظارة ما تلبسش نظارة في الصورة. ما يبقاش فيه فلاش ضارب مثلا في عينك، اللي هي العينين الحمراء الريد اي ما تبقاش موجودة في الصورة. الصورة لازم ما يخشش فيها خالص 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 فوتوشوب، ولا فوتوشوب ولا اديتنج ولا اي حاجة. الصورة لازم تبقى زيها. طيب يا علي انت هيعرفوا منين اذا كان الصورة دي اتلعب فيها واتعمل لها اديتنج ولا لا؟ هقول لك هيتعرف منين. ليه هم طالبين الملف جي بيج او نوع الملف؟ لان ده بقى بيقول لهم كل حاجه عن الصوره. والله الصوره دي اتعمل فيها فوتوشوب كذا. الفايل من الاخر هم عندهم السيستم بيعرف يخش على نوع الفايل ده ويجيب كل الديتيلز بتاعه الصوره. تمام. فعلشان كده هو طالبها منك جي بيج، بيعرف بيقيس عمر الصوره، بيعرف اتاخدت من امتى. كل ده في نوع الفايل. طب يا علي انا لو جيت من الفوتوز رفعتها او من الجاليري، لا الصوره كده يا باشا غلط. حتى لو انت عم مطبق المواصفات غلط. ليه؟ لان دي مش فايل جي بيج زي ما هم طالبين. ارجوك التزم بكل حاجه علشان تكسب. الناس اللي بتقول لي، الناس يعني اللي كانت بتقول ان هي قدمت بقالها كتير، ممكن تكون بتقدم غلط، ممكن تكون بتقدم غلط، او يعني هي طبعا مش امل كده كده اكيد ان هي تحصل، ولكن الناس اللي عايزه تقدم هي دي اسهل طريقه وارخص طريقه انك تهاجر بيها امريكا. طبعا في طرق كتير قوي انك تهاجر بيها امريكا كتير جدا يعني، بس دي اسهلهم وارخصهم في التكلفه. اوكي هنتكلم عن كل حاجه، حتى التكلفه هنتكلم عليها في الفيديو ده. فالهجره ما حاول ان انت ما تفوتهاش لو انت فعلا عايز تروح امريكا. يعني هتسالني يا علي مثلا سواء اروح اقدم لجوء ولا اعمل اي حاجه ولا اروح دراسه، انا عايز اروح امريكا وخلاص. طيب عايز اروح اعمل ايه؟ هقول لك والله قدم على الهجره العشوائيه الاول. طالما ده الموسم بتاعها استنى بقى، ما كده كده طالما هتصرف استنى. طالما انت ناوي ان انت تروح امريكا شوف الاول حظك في القرعه هيطلع ايه. والله ما اتقبلتش خد يا معلم الطريقه التانية اللي انت عايزها، بس استنى شوف الهجره الاول لان هي اسهل وارخص. تاني حاجه انت خلاص، انت مجرد ما كسبت اللوتري وخدت الختم بتاع الجرين كارد على الباسبور بتاعك، انت كده خلاص ما فيش حاجه اسمها مش هينفع تروح امريكا. لا هتروح امريكا وهتخش وخلاص. انت كده رسميا تقدر تقول انك بقيت مواطن امريكي، في حاله لو ما كسرتش يعني الشروط ايه اللي هو مثلا ما دخلتش السجن، ما عملتش مشكله هناك، ما قعدتش بره امريكا مثلا طول ال5 سنين دول، اكتر من 6 شهور بره امريكا طول ال5 سنين، ساعتها خلاص انت ما عليكش اي مشكله وهتاخد الجنسيه. ده لو انت كسبت اللوتري. اوكي اللي هي الهجره العشوائيه يعني. بس بيخش يقدم التقديم. كان المفروض في الاول يبقى في باسبور، ان انت تقدم بباسبور، بس شالوها قال لك لا التقديم ما يبقاش بباسبور. طبعا لما تكسب محتاج باسبور كده كده يعني، لازم لما تكسب لازم تروح لهم المقابله بتاعه السفاره بباسبور. طيب يا علي لما بنكسب بقى، لو انا قدمت اهو في الهجره وكسبت ايه اللي بيحصل؟
ايه اللي بيحصل لما بكسب الهجرة العشوائية؟ هقول لك. اول حاجة انت بتخش تملى حاجة اسمها استمارة DS 260. الاستمارة دي بقى فيها كل تفاصيل حياتك من ساعة ما اتولدت حتى اليوم اللي انت بتملى فيه الاستمارة. طبعا مش شرط ان انت تملاها من اول يوم، يعني ممكن تملاها على 3 ايام 4 ايام، لان هيبقى فيها حاجات دقيقة جدا لازم تدخلها صح. انت لو كدبت في الاستمارة دي DS 260 ولا دخلت معلومة واحدة غلط انت انتهيت، يعني فرصة ان انت تسافر امريكا انتهت. اوكي، فانت لازم تبقى يعني على حذر شديد ان انت ما تغلطش وانت بتملى استمارة LDS 260. دي بتطلع لك على طول اول ما تكسب. انت بتخش على اسم الموقع، هو بيديك الموقع لما بيقول لك بتخش تكشف عن النتيجة، بيديك الاول اول ما بتسجل بيقول لك طبعا دخل لي اسمك واسم العيلة وصورتك وتاريخ ميلادك وكده. فانت بتدخل ويقول لك اعلى شهادة دراسية حصلت عليها. لازم اعلى شهادة دراسية على الاقل ثانوية عامة، اقل من ثانوية عامة ما ينفعش. طيب في وظائف ممكن ان انت تكون مثلا عندك خبرة مهنية، فان انت تقدر تقدم. هتلاقي على اونت اونلاين السايت ده بيديك الوظائف او الحرف المهن اللي هم بيبقوا طالبينها، اللي تلاقيها بلس 7 نجوم، يعني عاملين لها رانك اكتر من 7 نجوم. ساعتها انت لو عندك خبرة في المهن دي تقدر ان انت تقدم على الهجرة العشوائية. ده في حالة لو معكش شهادة ثانوية عامة. طيب يا علي انا معايا شهادة جامعة، خلاص انت مؤهل، ما انت اوريدي خلصت ثانوية عامة. طب يا علي انا في اولى جامعة في تانية جامعة، خلاص برضو انت كده معاك شهادة ثانوية عامة. هي شهادة ثانوية عامة او ما يعادلها، حتى لو دبلوم صنايع تمام، شهادة ثانوية عامة او ما يعادلها. او معكش ثانويه عامه زي ما قلت لك، خش على اونت اونلاين وشوف المهن اللي هم طالبينها اللي هي مدينها اكتر من 7 نجوم. لو عندك فيها خبره تقدر ان انت تقدم على الهجره العشوائيه طبعا. طيب بنقدم مره لو انت متجوز، مره باسمك، ابلكيشن باسمك بتضيف فيه الاولاد والزوجه لو عندك يعني اولاد، ولو متجوز بتضيف فيه برضو مراتك. طيب كده انت خلصت اول مره قدمت، طلع لك كونفirmation نمبر، انت المين ابليكانت، انت المقدم الرئيسي. بعد كده هنقدم مره تانية باسم الزوجه، يعني مراتك هتبقى المين ابليكانت، هي هنقدم لها مره باسمها وكده، وطبعا هتضيفك وهتضيف الاولاد. طيب اي حد فيكم اتقبل، سواء الزوجه مثلا الابليكيشن بتاع الزوجه اللي اتقبل انت والاولاد هتروحوا معاها. طيب لو انت اتقبلت هي والاولاد هتروح معاك، يعني اللي بيكسب بياخد الكل، الاسره كلها بتطلع. تمام. فدايما المتجوزين ليهم حظين، حظ ان انت بتقدم مره باسمك ومره باسم مراتك. طيب يا علي انا مش متجوز وهقدم اكتر من مره، لا الاثنين هيلغوا بعض. لو انت الواحد لوحدك وقدمت، حتى لو انت متجوز وقدمت اكتر من استمارة تقديم، كلهم بيلغوا بعض، بتبقى انت كده انتهيت كانك ما قدمتش حاجه. اوكي، فالتقديم بيبقى مره واحده بس، قدمت يطلع لك كونفirmation نمبر، بتاخده سكرين شوت وتحفظ الكونفirmation نمبر ده، بص تشيله في الخزنه، لان ده لو ضاع هتبقى مشكله كبيره. اوكي، فالواحد كل واحد يقدم مره واحده بس، اكتر من مره انت كده خلاص عليكوا على السنه اللي جايه بقى تقدم او تشوف طريقه تانية ان انت تروح بيها امريكا. اوكي، يبقى لازم ناخد بالنا ان مجرد ما انت قدمت اول مره طلع لك كونفirmation نمبر، خلاص ما تقدمش تاني عشان ما تنهيش نفسك. اوكي، لان في ناس بتتذاكى يقول لك انا هقدم 10 استمارات كلهم غلقوا بعض، خلاص انت مالكش امل. اوكي، لازم ان احنا ناخد بالنا من الحته دي. انا بوعيك اهو، بقول لك كل حاجه. الصوره اتكلمنا عنها، قلنا ودنك لازم تبقى باينه، خلفيه بيضه، الخلفيه لازم تكون بيضه، ما تتلاقيش بيها في الفوتوشوب، ما يصوركش ورا خلفيه خضراء او اي خلفيه تانية ويعملها لك بالفوتوشوب لونها ابيض، لا لازم الخلفيه تبقى بيضه، خلفيه تبقى بيضه او اوف وايت زي اللي ورايا دي. اوكي، تتصور ما تكونش بتضحك فيها، تكون باصص للكاميرا، ما يكونش عينك حمراء مطرح الفلاش. دي الحاجه الوحيده اللي مسموح لك ان انت تعدلها في الفوتوشوب، ان انت تشيل بس العين الحمراء، بس لازم تتاكد ان ده لون عينك الرئيسي. اوكي، طبعا المنقبات لازم تكشف وشها، لازم تكشف وشها زيها زي صوره البطاقه. المحجبات تتصور عادي بحجابهم. بس كده يعني. لو انتوا بقى اسره، لو انتوا اسره وعندك اطفال سنهم اكتر من 21 سنه، دول كده كل واحد فيهم يقدم لوحده. يعني انت وبقيه الاسره لو قدمت وكسبته، ابنك اللي فوق 21 سنه مش هيقدر يجي معاك، لازم ده يكسب لوحده. طب ايه علي الحل؟ الحل بقى ان انت تروح هناك تعمل له لم شمل، بس لم شمل للابناء ممكن يقعد 18 سنه عقبال ما يجي يعني. فانت ممكن ان انت تدي له فلوس، تشتغل طبعا، تكون عملت فلوس في امريكا وتدي له فلوس وتقول لهم ان هو جاي زياره، ويبقى يجي بقى ان هو يقدم لجوء او حاجه زي كده. يعني متكلمين طبعا عن الطرق دي في فيديوهات تانية.
كده احنا لمينا برضو حاجات كتير قوي عن الهجرة العشوائية. طيب تكاليف بقى الهجرة العشوائية فيما بعد الفوز. اوكي، انت دلوقتي اهو قدمت، طلع لك كونفirmation نمبر في شهر 10، دخلت بعد كده يوم ظهور النتيجة في شهر 5، كشفت لقيته بيقول لك you have been randomly selected اوكي for further processing. لو ما لقيته بيقول لك you have been not selected، ده معناه ان انت كده خلاص عليكوا على السنة اللي جاية او تشوف طريقة تانية. اوكي، لو بقى قال لك you have been randomly selected زي ما انا لسه قايل، يبقى انت كده كسبت. اوكي، بس استنى، مش عايزك تفرح قوي، مش معنى ان انت كسبت ان انت هتروح امريكا بنسبه 100%. انت كده بقى عندك فرصه كبيره ان انت تروح امريكا، ده مش معناه ان انت رحت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ زي ما قلت لك هتملى استماره دي اس 260. طبعا لازم تحط لهم الشهاده بتاعه الثانويه العامه وكل الحاجات اللي هيطلبوها منك كلها لازم تبقى بالانجلش طبعا. ومعلومه مهمه جدا 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 هقولها، مهمه جدا عشان خاطر المعلومه دي بتضيع ناس كتير. استمارة الهجرة وانت بتقدمها، استمارة اللوتري وانت بتقدم، اوعى 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 تكتب حرف بالعربي، انت كده بتنهي نفسك. لان دي امريكا عايزين كل حاجه بالانجليزي، يعرفوا يترجموها بس مش هيعملوا كده. اوكي، هيقول لك ده جاي امريكا يعمل ايه، لازم كلها بالانجليزي وتتاكد ان مفيش غلطات سواء في الدي اس 260 بعد ما تكسب او في استماره التقديم نفسها. طيب يا علي انا مش كويس في العربي او مش قوي في العربي، روح لحد يقدم لك، روح لحد يقدم لك، ما فيهاش. اصل هتقول لي غير كده خلاص انت مش هتتقبل. اوكي، فانت لازم كل حرف كاتبه يبقى صح. في ناس كتير قدمت معايا علشان خاطر انا قلت له انت تقدر تقدم لوحدك، قال لي يا علي انا مش كويس في الانجليزي او ما جربتش ان انا اقدم قبل كده. قلت له تمام مفيش مشكله، طالما انت فعلا مش كويس في الانجليزي او في حاجه رعباك لا تغلط في حاجه، اوكي روح لحد بروفيشنال يقدم لك، مش لازم انا يا عم، روح لاي حد بروفيشنال تبقى واثق فيه يقدم لك. اوكي، لان لازم كل حاجه بالانجليزي، حتى اسمك بالانجليزي، طبعا سنك، تاريخ ميلادك، كل ده بالانجلش. اوعى تحول السايت لعربي، اوعى تحول السايت لعربي. شوف انا قررتها مرتين ازاي عشان مهمه جدا، عشان ما تاخدش في الاخر خازوق وتكتشف ان انت كل حاجه كانت بالعربي او يترجمها لك هو بالعربي، ساعتها هتبقى انت ضيعت نفسك. فالسايت يبقى بالانجلش زي ما هو، وتحط بياناتك كلها بالانجلش من اول خانه لحد اخر خانه كلها بالانجلش. اوكي، ايه تاني؟ ممنوع حد يقدم اقل من 18 سنه. اوكي، للناس اللي بتقول لي يا علي انا عندي 17 سنه، لا، ممنوع حد يقدم اقل من 18 سنه، دي شروطهم. طب يا علي انا وانا بقدم هكون بعد كده تميت ال 18 سنه، والله في الحاله دي لو ظهور النتيجه بعد شهر 5، يعني في شهر 5 هتبقى تميت ال 18 سنه، ساعتها اقول لك ماشي. انما انت عندك 16 او لسه هتتم مثلا 17 شهر 6، لا ما تقدمش. هتتم قصدي 18 شهر 6، لا ما تقدمش. اوكي، لان لازم اثناء ظهور النتيجه لازم تبقى على الاقل تميت 18 سنه، بس دي واضحه جدا يعني. ملهاش طبعا سن، سواء انت سنك 70 سنه 80 سنه تقدر ان انت تقدم، تقدر ان انت تروح امريكا. امريكا فيها فرص لكل الناس لكل الاعمار. في ناس هاجرت امريكا وهم في اواخر الخمسينات، وانا اعرف دكتور سنان هاجر امريكا عنده 62 سنه وراح هناك اشتغل شويه في عياده وبعد كده فتح هو عياده وكده. فامريكا ملهاش سن، اوكي، بلا حدود، اللي عايز يروح يعمل حاجه هيعملها. اوكي، يا علي انا طبيب بيطري ليا مستقبل، يا علي انا مش عارف شغال ايه ليا مستقبل، كل واحد ليه مستقبل. انت لو جاي ما عندكش خبره مهنيه، ما عندكش وظيفه، ما عندكش خبره في اي حاجه، معكش شهاده وعرفت تروح امريكا، ليك خبره، ليك قصدي ليك مستقبل. كله ليه مستقبل في امريكا، بس تسعى وتفهم السوق الامريكي وتفهم العقليه الامريكيه صح، هتبدا ان انت تتعايش مع النظام الامريكي وهتنجح. اوكي، فالناس اللي بتسال علي انا تمريض كويس قوي، علي انا مهندس كويس جدا، علي انا دكتور احسن واحسن، كله ليه مستقبل في امريكا، كله ليه مستقبل في امريكا. اوكي، حتى لو انت سنك 20 سنه، سنك 80 سنه، سنك 30 سنه، كله ليه مستقبل في امريكا. تقدر تفتح بيزنس، تاخد سواء بقى هتاخد كارد ولا بفلوسك ولا هتشتغل وتحوش، تقدر تعمل اللي انت عايزه، محدش هيسالك على اي حاجه. في امريكا كل واحد في حاله. اوكي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه طالما مش هتاذي حد تاني. ايه تاني؟ نتكلم بقى في مرحله بعد الفوز. انت بعد الفوز طلع لك خلاص مليت الاستماره الدي اس 260، هيحددوا لك ميعاد المقابله. اوكي، حاول على قد ما تقدر ما يكونش فات وقت كبير ان انت تملى استماره الدي اس 260، يعني ما يكونش مثلا ما تعديش شهر 6 وانت لسه ما عملتش استماره الدي اس 260. ارجوك يعني 12/6 لازم تبقى مالي استماره الدي اس 260 علشان خاطر يطلع لك
ميعاد المقابله، لان انت بعد ما كسبت ومليت الاستماره هيطلع لك بقى ميعاد المقابله، ودي اللي هتعمل مقابله علشان يشوفوا انت هتقدر تعدي ولا لا، وتصلح ان انت تروح تعيش في امريكا ولا لا، ودي اللي هتاخد عليها ختم الدخول، ختم الجرين كارد. ايه هو الجرين كارد؟ اللي هو كارت الاقامه 10 سنين، اللي هو بعد 5 سنين تقدر ان انت تعمل امتحان جنسيه وتاخد الجنسيه الامريكيه. اوكي، بس كارت الاقامه ده بيبقى 10 سنين، بيتجدد كل 10 سنين، ده في حاله لو انت مش عايز تاخد الجنسيه. دي حاجه طبعا اتس اب تو يو، فدي حاجه ترجع لك انت، سواء انت عايز تاخد الجنسيه او لا. بس طبعا خد الجنسيه، يعني بعد 5 سنين اعمل امتحان جنسيه، بيبقى عبيط قوي اتكلمنا عليه في فيديوهات، وخد الجنسيه مفيش اي مشكله يعني. فلازم ان انت يعني بلاش يعدي يوم انت هتعرف طبعا النتيجه شهر 5، بلاش يعدي يوم 12/6 وانت لسه ما مليتش استماره الدي اس 260. هيجي لك المقابله، خلينا نقول مثلا المقابله هتبقى 30، المقابله مثلا هتبقى 30/8 مثلا، شهر 8 يعني يوم 30 شهر 8. لازم يعني في اوائل 8 تكون انت عامل، او مش بعد، يعني اقول لك مش قبل شهر 8 تبقى عامل الكشف الطبي، يعني حاول تاخره على قد ما تقدر، يبقى فاضل 3 اسابيع على المقابله او اسبوعين وتعمل الكشف الطبي. اوكي، تكلم المستشفيات اللي هيعملوا لك فيها الكشف الطبي، بيبقى تحليل دم، كشف بطنه، واشعه، وفي حاجه في حاجه كمان انا مش فاكر. المهم يعني هم في المستشفى هيقولوا لك، او هم في السفاره هيقولوا لك تعمل ايه بالظبط. طبعا مش اي مستشفى، هم هيقولوا لك المستشفيات اللي بالتحديد اللي هم بيتعاملوا معاها اللي تعمل فيها كده. طبعا بعد ما هتخلص الكشف الطبي وتحليل الدم وكل الكلام ده، هيدوك الكلام ده في ظرف، هيدوك النتيجه في ظرف. اوعى تفتح الظرف ده، اوعى تفتح الظرف ده قبل ما تروح السفاره. لو فتحته السفاره مش هيعترفوا بيه، وهتبقى انت كده ضيعت الدنيا خالص كانك ما عملتش حاجه. اوكي، فالظرف اللي هتاخده من المستشفى بعد ما تعمل الكشف الطبي وتحاليل البطنه وكده والاشعه، هيدوك الظرف اللي فيه النتيجه، هتاخده زي ما هو بقفلته وهتروح بيه السفاره. خلصت على كده. اوعى تفتحه، اوعى تفتح، ولا تفتح بتاع اولادك ولا بتاع مراتك، اوعى تفتح. اللي هيتفتح اتشطب، اعمل حسابك في كده. اوكي، فكذلك برضو ختم الجرين كارد، لان هم هيدوك ظرف لما تروح السفاره وتعدي، ويدوك الختم بتاع الجرين كارد اللي هو ختم دخول امريكا. ده لما تروح المقابله يعني وتعدي فيها، هتسيب لهم الباسبور بتاعك وتروح، هم هيبقوا يبعتوه لك بعد كده مع البريد، هيبقى جاي لك عليه ختم الجرين كارد او الفيزا، تاشيره الهجره لامريكا. وفي نفس الوقت هيبقى معاهم ظرف كده. برضو الظرف ده اوعى تفتحه، لان ده اول ما هتروح لظابط الهجره هناك في المطار في امريكا هتديه لظابط الهجره في امريكا. اوكي، ده لما تخش امريكا يعني وانت في المطار هيجي لك ظابط هجره هتدي له الظرف ده وخلاص. اوعى برضو تفتح الظرف ده غير لما تديه لظابط الهجره. بس كده يعني، اتمنى اكون سهلت عليكم الدنيا. طبعا لازم البيانات كلها زي ما قلنا تكتبها بالانجلش، مفيش اي حاجه حرف عربي خالص. كده انا غطيت لك كل حاجه عن الهجره العشوائيه، كده كله خلاص جبناه. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي تحت في التعليقات. اتمنى يعني اكون لخصت لكم الموضوع، فهمتكم ايه الهجره العشوائيه. طبعا اللي بيكسب في الهجره العشوائيه من عدد يعني في ناس كتير قوي بتقدم، في ملايين من انحاء العالم بيقدم، بس الشرق الاوسط او الميدل ايست بتاعنا اللي هم العرب، يعني الدول العربيه بيبقى ليها نصيب الاسد. يعني بيبقى في حوالي 30 او 35 الف واحد طالع بس من الدول العربيه. اوكي. في طبعا ناس كتير يعني بتقدم من دول تانية وما بتكسبش يعني، وفي ناس برضو في الدول بتقدم كتير وما بتكسبش. بس تعمل ايه عشان تزود نسبة الفوز؟ ارجوك 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 التزم بمعايير الصورة المظبوطة، وما تتزكاش وانت بتقدم، وتقدم اكتر من مرة، وما تغيرش الاسم، وما تغيرش مش عارف ما فيش الكلام ده. طب يعني احنا 2 اخوات وهنقدم، الاسم بيبقى مختلف والصورة بتبقى مختلفة. اوكي. بس كده خلاص احنا خلصنا كل حاجة عن الهجرة العشوائية. اتمنى لكم جميعا الحظ سعيد، وان انتوا تفوزوا بالهجره لو انت فعلا محتاجها. وبس كده، زي ما قلت لكم لو في اي حاجه اكتبها لي تحت في التعليقات. انا اعتقد ان انا غطيت لكم كل حاجه خاصه بالهجره العشوائيه. بتفتح في شهر 10، والنتيجه بتفتح شهر واحد بس اللي هو في شهر 10، وبتقفل شهر 11، بتقفل اوائل 11 او اخر 10، والنتيجه بتبقى في شهر 5. ممكن مش شرط تبقى في اول مثلا اسبوع في شهر 5، ممكن من تاني اسبوع. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم. او معلومه سريعه نسيت اقولها،
بالنسبة للناس بقى اللي مش هتعرف تقدم وعايزين ان انا اقدم لهم او عايزين حد يقدم لهم، دلوقتي تقدر تشترك في العضوية بتاعة القناة، تلاقي جنب كلمة سبسكرايب كلمة جوين او انضمام. وساعتها لو اشتركت واشتراكك عدى عليه 3 شهور، يعني فات 3 شهور وانت مشترك قبل التقديم اللي هو شهر 10، انا هقدم لك انا على الهجرة توتالي فري من غير ما حد بقى يسفحك في الفلوس او يطلب منك مبالغ قد كده. انا هقدم لك واديك الكونفirmation نمبر اللي تخش تكشف بيه على النتيجة. بس ده قلت اعملها لكم كده. يعني اهم حاجه اشتراكك يعدي عليه 3 شهور، والاشتراك هتلاقيه بنص دولار.